صباح الفل يا حلوين. أيام بسيطة بتفصلنا عن أحلى 30 يوم في السنة. كل سنة وانتوا طيبين وتنعاد علينا وعليكم الأيام بألف خير يا رب. تعالوا بقى النهاردة بالمناسبة الحلوة دي نعمل مع بعض فول السحور. هنعمله بطريقة سهلة، دايب جدا وفاتح، والصوص بتاعه تقيل زي فول العربية بالظبط. امشي معايا خطوة بخطوة، هقولك على تكاته وحركاته ازاي يطلع معاكي باللون ده وازاي ما يغمقش منك. لا، وب25 جنيه بس هتعملي حلة كبيرة هتكفيكي على الأقل نص شهر رمضان. ونترحم بقى من الوقفة قدام طوابير الفول في أيام رمضان. وحاجة نضيفة عاملاها في البيت هتشرفك وهتبهرك. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقولك أنا عملتها ازاي. اول حاجة انا جبت نص كيلو فول، بتجيبيه من عند العطار. بتاخدي الفاتح ده والجديد تقولي له انا عايزاه فاتح وجديد. فضيته في صينية واسعة شوية عندي. انا بوريهولكوا اهو فاتح قدامكم، ما تجيبيش الغامق عشان اللون معاكي في الاخر يطلع مظبوط. وهبتدي انقي الفول، واي فولة فاضية او مسوسة لو لقيتي شيليها زي ما انتوا شايفين. نقينا الفول كله. هجيب بقى بولة واسعة وهنزل بالفول بتاعي جوه البولة. فضيت الفول كله جوه البولة زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى، ودي التركاية بتاعتي، هتجيبي 8 كيلو فول مجروش. على نص كيلو فول عادي هنحط 8 كيلو بس فول مجروش، وبرضه هتنقيه وهتنزلي بيه على الفول العادي بتاعك. نقلبهم مع بعض. نغسلهم غسلة حلوة كده. غسلناهم وهتنزلي عليهم بمية عادية خالص بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هتسيبيه على الأقل 12 ساعة. أنا نقعته من بالليل وهسويه الصبح قدامكم أهو. هغطي عليه وهسيبه لحد الصبح على أقل تقدير 12 ساعة، ما يقلوش عن كده. طيب تعالوا بقى، أنا كده صحيت الصبح صباح الفل وشيلنا الغطا من على الفول. الفولية نفسها حجمها كبر ولاحظنا انها ابتدت تفتح شوية. شربت المية بتاعتها. كده بقى اضمن انها لما تيجي تستوي معي اتنقعت كويس، فمش هتنشف ولا هتغمق ان شاء الله. طيب نزلت في الحلة بتاعتي، جبت الحلة اللي انا هسوي فيها لو انت ما عندكيش فوالة زي حالتي انا بسويها في حلة. حطيت الفول في الحلة. وركزي بقى في التركات الجاية دي. هنا ليمونتين 2 عصراهم، عصير ليمونتين 2 بنزل بيهم على الفول. ومعايا بصلاية صغيرة واربع خمس فصوص توم. هنحط ايه تاني؟ بس كده، مش هحط اي حاجة تاني، ولا رز ولا عدس. المية بتاعتك بدرجة حرارة المطبخ زي ما انتوا شايفين، ونسويه على النار. شايفين المعيار بيكون قد ايه تقريبا، ما نكترش المية. وهنا بقى النقطة دي مهمة جدا، هنجيب فوطة نظيفة تغطي بيها الحلة قبل ما تحطي غطا الحلة، علشان تكبسي الغطا جامد فتمنعي اي تسرب للبخار، عشان يفضل محتفظ بالمية بتاعته في اطول فترة ممكنة ويستوي معاكي وما يغمقش. هترفعيه على نار عالية الاول هيغلي. اول ما يغلي هنهدي النار شمعة. هياخد معاكي من 4 ل6 ساعات على النار. انا خد معايا 5 ساعات وشوية تقريبا. بعد 5 ساعات شلت الحلة وحطيتها قدامكم زي ما انتوا شايفين. هفتحها وهختبر السوا قدامكم.
بشيلها بالفوطة كده زي ما انتوا شايفين. شايفين المية قدامكم رايقة ازاي والفول فاتح وجميل. تعالوا بقى نختبر سوا كده. هنطلع واحدة ونضغط عليها بايدينا ونشوف هستوت ولا مستوتش. دايبة خالص، زبدة. كده الفول استوى زي ما انا عايزاه. طب وصلت للقوام اللي انا عايزاه؟ لا لسه، انا عايزاه زي ما بجيبه من على العربية. نحط الحلة على جنب شوية، واجي بقى الاهم تركاية انا بعملها لما بدمس الفول. طبق صغير خالص معانا كده، وهتنزلي بمعلقتين صلصة كبار، معجون الطماطم الجاهز اللي بنجيبه من السوبر ماركت العادي، عليه معلقة ونص نشا، مش اكتر من كده. شوية مية وندوب الخليط ده مع بعضه. اهم حاجة وانا بقلب ان انا اتأكد ان ما يكونش فيه تكتلات نهائي. افضل اقلب لحد ما يبقى كله قوام واحد زي ما انتوا شايفين. وهاخد الخليط ده انزل بيه شوية بشوية على حلة الفول وهي سخنة. برضو منزلش مرة واحدة، انزل شوية بشوية. نزلت حبة وقلبته، جد نزلت الباقي وهقلب قدامكم. كل ما بتقلبي كل ما بيتقل معاكي. الصوص بتاعه بيتقل معاكي، بيبقى زي بتاع العربية بالظبط. شايفين النتيجة النهائية؟ لون وريحة ولا أروع، والصلصة كمان بتديله طعم رائع. تقدميه بقى زي ما انت شايفة، لونه أصلا رهيب. ادي طبق، وهختبر لكم واحدة تانية علشان نتأكد ان الفول كله مستوي، مش واحدة واحدة. زبدة زي ما انتوا شايفين. وادي الطبق التاني، والحلة لسه مليانة. حاجة وهم يا جماعة. كده انا قدمت قدامكم طبقين ولسه الحلة مليانة. هتكفيكوا فعلا من 15 ل20 يوم. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بجد ما تنسوش تضغطوا على زرار اللايك وتشتركوا في القناة بتاعتي. ومن هنا لحد ما نتقابل في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية ربنا وامنه، وكل سنة وانتم طيبين. واوعوا تنسوا تدعوا لنا، اهم حاجة عندي الدعوة الطيبة، اهم من الاشتراك واهم من اللايك واهم من اي حاجة. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل أمة محمد، وتنادى علينا جميعا يا رب الأيام بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.